تقريبا كده كلنا متفقين ان احنا لازم قبل ما نعمل اي حاجه ان احنا نظبط كل اللي حواليها الاول. يعني لازم ترتب سيرك الاول قبل ما تنام، ممكن تكون ما بترتبوش بس ابقى رتبه. علشان تعملي اي طبخه لازم تحضري مقادير الاكل الاول. ولو اتكلمنا على الشغل فاهم قاعده في الحته دي ان تظبيط الشغل اهم من الشغل نفسه. كل الكلام ده كلام محترم، المشكله هنا ان انت قاعد تظبط كل اللي حواليك من بره وانت بايظ ومش تمام من جوه. استنى بس اوضح لك قصدي. الكلام ان انت عندك مشاكل من جوه ما بتعرفهاش غير في المواقف. زي مثلا لما تبقى طول عمرك بخيل وعايش زي الفل، بس لما بتتجوز بتعرف ان انت ما بيهونش عليك الجنيه. اصحابك زمان كانوا بيقولوا عليك بخيل وجلده، بس انت دلوقتي متاكد ان انت بخيل. بالظبط زي لما يكون اسلوبك وحش وكل كلامك رصاص. بتعرف امتى ان انت عندك مشكله؟ لما كل اصحابك يبطلوا يكلموك وتلاقي كمان كده نفسك لوحدك. فكره كتاب النهارده ان انت ما بتكونش عارف ان انت عندك مشكله وعايش عادي خالص، وعلشان كده ريان هوليداي سمى كتابه انت عدو نفسك. يعني ايه الكلمتين دول، وازاي اصلا ابقى عدو نفسي وانا ما اعرفش؟ ولما اعرف ان انا عندي مشكله احلها ازاي؟ تعالى لما احكي لك الحكايه دي النهارده. انا محمد ثروت وده اخر فصل في الكتاب، خليك معايا. السلام عليكم. قبل ما نبتدي اي حاجه في حاجتين كده محتاجين نتفق عليهم الاول. كل واحد فينا عنده حته كده اسمها الايجو او الانا. الايجو ده عاوز كل الناس اللي حواليك تشكر فيك. الايجو بيزعل قوي لما تنتقده او تلومه او تقول له كلمتين وحشين. كلنا عندنا الحته دي. بالبلدي كده اي حد بيشكر فيك ويقول لك انت جامد على طول كلامه بيعجبك. واي حد يقول لك شكلك مش حلو ولبسك وحش طريقه كلامك بلدي هتلاقي نفسك كده اوتوماتيك قفلت منه وحتى مش عاوز تسمع كلامه. علشان كده انت محتاج تخلي بالك من الايجو بتاعك طول الوقت، لان هو لما بيزيد بتلاقي نفسك بتعمل تصرفات غريبه. زي مثلا صاحبك اللي قاعد يتكلم ويحكي حكايات كتيره قوي عن نفسه، وانت عارف من جواك ان هو فاضي وكمان متاكد ان هو نص كلامه تاليف. انت بتسمعه وعارف كل ده، بس انت عاوز تعمل ايه بقى؟ مش عاوز تزعله. انت عارف ان صاحبك بيعمل كل ده ليه؟ علشان هو انسان مريض، الايجو بتاعه بينقح عليه علشان يحس بنفسه. بس ما تستغربش لان حتى الناس العظيمه بتعمل كده. فيكتور هوجو واحد من اعظم رسامين فرنسا، واحد نحت اسمه في كتب التاريخ. لما جم يكرموه راحوا سالوه كده بمنتهى الشياكه اللي في الدنيا: نفسك نكرمك ازاي يا حاج هوجو؟ الراجل الكهنه ما طلبش فلوس ولا قصور ولا يخوت ولا اي حاجه من اللي بتيجي على بالنا خالص دي. طلب بسيط صغير قد كده: هو ايه اسم عاصمه فرنسا يا محترم؟ باريس يا باشا. خلاص غيروا اسم عاصمه فرنسا من مدينه باريس لمدينه هوجو. يا سلام. طب هو لو بافتراض انهم عملوا كده انت استفدت ايه؟ مش هو اللي استفاد، الايجو بتاعه هو اللي بقى في السما. خد الحته دي كمان. لو الايجو بتاعك زاد وبقيت مغرور هل هتحس ان انت عندك مشكله؟ الاجابه هي لا، لان مفيش حد مغرور بيقول على نفسه كده. طيب ليه؟ علشان انت شايف نفسك جامد اخر حاجه. طيب اعمل ايه لا علشان ما اقعش في المطب ده؟ هو الحل ان انا اجبر نفسي ما اسمعش اي كلام شكر خالص او ما اخليش حد يشكر فيا؟ اكيد لا طبعا. انت محتاج الناس تشكر فيك لما تعمل حاجه حلوه. زي لما تطلع الاول على دفعتك في الكليه، اكيد انت محتاج تسمع كلمه عاش قوي على الاقل علشان المجهود اللي انت عملته. الفكره هنا ان انت ما تقعدش كتير قوي في الحته دي تقعد تقول لنفسك اصل الاول راح الاول جه. باختصار كده، مش انت جبت جون زي الفل، يلا بينا بقى علشان نكمل الماتش. سؤال مهم في الحته دي: هو انت بتعمل حاجه اي حاجه علشان الناس ولا علشان نفسك؟ يعني انت ساعدت صاحبك في الكليه، اديت له ملخصات المحاضرات بتاعتك، عملت كده علشان الدفعه تقول عليك ان انت جدع واصلي؟ ولما رحت تاخد كورس انجليزي رحت علشان تعوج لسانك والناس لما تسمعك تقول عليك قد ايه انت جامد قوي؟ طيب خدها مني بقى لما اقول لك لو هدفك الناس فكل المجهود اللي انت بتعمله للاسف على الفاضي. عاوز تصدق؟ فكر معايا كده. شفت واحد غلبان في الشارع، طلعت من جيبك 10 جنيه تساعده بيها. الغلبان فرح قوي وقال لك ربنا يخليك يا جنتل. فرحت لاصحابك حكيت لهم اللي حصل. هقول لك بقى دلوقتي انت عملت ايه. انت مش بس عملت تورته حلوه وحطيت عليها شويه رمل بوظتها، مش ده اللي حصل. انت عملت تورته حلوه وقمت رميها في الشارع. اشتغل واتعب وذاكر وانجح واتمرن واتعلم علشان نفسك مش علشان الايجو بتاعك. خد المثال ده كمان. خلصت الكليه قررت تعمل مشروع صغير قوي، قرشين انت محوشهم على قرشين مساعده على قرشين سلف، اهو يا دوب لسه بتبتدي. احنا دلوقتي بنعمل ايه بقى؟ بنقول بسم الله هنبتدي. الايجو بتاعك مش صابر حتى لما تنجح، يوم يخليك تروح لمصر كلها: يا جماعه انا هعمل مشروع، انا هبدا البيزنس بتاعي. طيب هو بس كده؟ طبعا لا. بروفايلي على الفيسبوك بوست ملوش اي لازمه، الحمد لله على البدايه الجديده. استنى هنا، هو انت بدات اصلا؟ لا لسه. امال ايه كل ده؟ الايجو بتاعك شغال بيعمل دعايه لنفسه. طيب بعد كل ده الايجو بتاعك سكت ازاي؟ بدانا بقى احلام اليقظه اللي مش هتخلص. انا هفتح 5 فروع للمشروع بتاعي. انا لما ابقى غني قوي هجيب عربيه مايباخ وهجيب فيلا ببسين. كل ده وانت قاعد على القهوه بتشيش. طيب تعرف كل ده ليه؟
علشان ترضي الايجو بتاعك. اول خطوه تعملها قبل ما تستلف فلوس المشروع ان انت اصلا ما تقولش لحد انت هتعمل ايه، وقبلها تخلي الايجو بتاعك يهدى شويه. كام رياضي او لاعب كوره انت تعرفهم الايجو بتاعهم موتهم، على الرغم ان هم مش كانوا بس موهوبين، دول كانوا بيطيروا في السماء. عشرات الرياضيين قاموا بعد ما وقعوا، بس الالاف منهم ماتوا واتدفنوا ومحدش يعرف عنهم اي حاجه دلوقتي، علشان بس سمعوا لنفسهم قد ايه ان انا خطير وجامد. الحته دي برضه هتلاقيها في كل شركه، لما تلاقي المدير ماشي في كل حته بيقول انا سبب النجاح، انا المدير. الشركه دي نجحت علشان انا طبقت فيها علم الاداره اللي انا اتعلمته. طيب معلش يا مدير، هو علم الاداره طبعا مهم، بس بعد ما الخطه دي اتعملت هي برضه كلام على ورق. الناس اللي نفذت الخطه دي هي السبب الاساسي في النجاح. احكي لي كده عن شعور الناس اللي شغاله لما تسمع ان وجودهم ملوش اي لازمه، هتعمل ايه؟ طب انت يا مدير مشيت بكره من الشغل، تعال اقول لك بقى ايه اللي هيحصل. ولا اي حاجه خالص، ولا حد هيحس بيك، ولا حد اصلا حتى هيسال عليك. طيب ما تهدى بقى، قدر الناس وانسب ليهم الفضل، هتلاقيهم لوحدهم بيقولوا ان انت اجمد مدير خلقه ربنا. طب ايه كمان في الشغل برضو؟ ساعات الايجو بيخليك تشتغل اكتر من اللي حواليك. ازاي دي؟ لما تقعد تقول للناس اللي معاك في الشغل محدش هيعرف يخلص دي غيري. طيب ما تخلي حد يساعدك، لا انا الوحيد اللي بفهم في المكان. وتفضل يا جامد تشيل في الشغل لوحدك. طيب واللي حواليك بيتفرجوا. طب بيتفرجوا ليه؟ علشان هم مش بيفهموا زيك. بذمتك دي تصرفات اصلا حد بيفهم؟ ولا واحد لقطه الناس بتريح على قفاه في الشغل؟ الدنيا اسهل من كده بكتير. وزع الشغل وكلنا هنستريح. حاجه كمان مهمه الايجو بيأذيك فيها. انت شاطر في اي حاجه، برنامج جرافيك، برنامج تصوير، برمجه، اي حاجه، اسرح بخيالك. الطبيعي بتاع الدنيا انها بتتطور وبتتغير، فاللي بيفهم بيعمل ايه بقى؟ بيطور نفسه مع الدنيا، علشان هو لو ما عملش كده هيموت لوحده، ما فيهاش كلام تاني. طيب اللي الايجو بتاعه عميق ومش مخليه يشوف، بيقول له ايه؟ لا انا جامد قوي في الحته دي، انا مش محتاج اتعلم تاني خلاص. هوب اللي بيفهم فيه محدش بيستعمله اصلا. طب هو راح فين؟ مات. ارجع بيك تاني لمجال الشغل. انت دلوقتي شغال في شركه متوسطه وانت الجامد اللي فيها. التفكير الصح بيقول تاخد الخبره وعلى طول على شركه تانية احسن. اي حد طبيعي بيفكر كده. طب هل الايجو موافق على الكلام ده؟ اكيد لا. الايجو بيقول هو انا بعد ما بقيت الاكس اللي في المكان هروح مكان تاني غيره باسم الجديد؟ انت اكيد بتهزر. استنى بس، هو انت شغال علشان الفلوس ولا عشان يبقى اسمك الاكس؟ شغال طبعا عشان الفلوس. يبقى لو قدامي فرصه لازم اروح لها. ما تخليش الايجو بتاعك يكتفك ويغرقك. حاجه كمان مهمه، انت دلوقتي بتقول لنفسك ان انت سوبر مان والايجو بتاعك في السماء. خلي بالك ان انت لو وقعت صعب قوي تقوم تاني. طيب ليه؟ علشان انت مش هتبقى مصدق ان انت وقعت. تعرف ليه؟ علشان انت سوبر مان، وان اللي انت متاكد منه ان سوبر مان ما بيوقعش. طيب هو انا ازاي وقعت؟ اوبا، يبقى انا مش سوبر مان. انت وصلت للنتيجه بس بعد ما خدت بالقفا. اسمع كلامي ووصل لنفس النتيجه وانت شاكر ومحترم. حاجه كمان مهمه، طول الوقت انا بكلمك خلي بالك من الايجو بتاعك. خلي بالك تبقى مغرور وتاذي نفسك، بس برضه لازم هنا اقول لك خلي بالك ان الايجو بتاعك يقل زياده عن اللزوم ونبوظ الدنيا. ساعتها مش هنعرف اصلا حتى ناخد قرار في حياتنا، مش هتكون واثق من نفسك ولا من اللي حواليك. الايجو ده عامل زي الترمومتر، لازم يبقى مظبوط شعرك. لما الايجو بتاعك يزيد زياده عن اللزوم هتقع في مشكله خطيره جدا، ان انت مستحيل تعترف بغلطك. الناس دي ما بتغلطش مهما اتكلمت وحكيت. عارف ليه؟ علشان الايجو اللي بيتكلم مش انت. اسال نفسك كده سؤال، عمرك شفت او سمعت ان سوبرمان غلطان؟ يعني سوبرمان عمره قتل حد غلط او حتى عمل موقف مش صح؟ سوبرمان ما بيغلطش، وانت زيه بالظبط. زيد على كده ان انت هتقعد تقول لكل اللي حواليك ان هم اللي غلط. زميلك في الشغل، خطيبتك، اخوك، اي حد بتتعامل معاه، اهم حاجه ان هو ما يكونش انت. مع ان انت على الله حكايتك، انت بس لسه مخلص ليفل انجليزي الشهر اللي فات. من المشاكل برضو اللي هتلاقيها عندك ان انت مش هتكون بتحمد ربنا بالشكل المطلوب. بلسانك هتقول الحمد لله وكل حاجه، بس من جواك لازم يبقى في حته كده لنفسك، انا عملت، انا نجحت. وانت اغلب من الغلب والله، بس ربنا هو اللي انعم عليك بنعم اكبر من ان انت تعدها. اهم سؤال النهارده ممكن يخليك تبطل موضوع الايجو ده خالص، هي الناس فارقه معاك قوي كده للدرجه دي علشان تحط نفسك في كل المشاكل دي؟ يعني تخسر كل اللي حواليك، تبقى انسان مريض نفسي، كل اللي يعرفوك يكونوا متاكدين ان انت حاله ومش مظبوط، وانت الوحيد اللي انت مفكر نفسك تمام. طب هو ليه كل ده؟ ما تشتغل وتنجح من غير ما تهري كتير مع الناس. طلعت بطل عالم في السباحه النهارده، مش هيفيدك في اي حاجه. البطل راح البطل جه. فرحت قوي ان انت بطل النهارده، نام واصحى ناسي البطوله وفكر في اللي بعدها. حط في دماغك الكلمتين دول، احنا بشر بنغلط، اي انسان بيغلط، في الشغل، في الكليه، في البيت، مع الاصحاب، مع القرايب، مع اي حد. اصلا لو ما غلطتش مستحيل تتعلم من غلطك. البني ادم وصل اللي هو وصل فيه دلوقتي ده علشان هو بيتعلم من غلطه. وطول ما الايجو بتاعك عندك في السماء وشايف نفسك سوبر مان، مستحيل تشوف غلطك ولا حتى تقيم نفسك صح. لو الحلقه عجبتك شرفني ان انت تشترك في القناه وكمان الجرس في طريقك علشان الجديد. انا محمد ثروت، وده اخر فصل في الكتاب. اشوفك بكره احسن من النهارده.